من أي نطاق، ضمن أي منطقة، ضمن أي مناطق أنت معروف فيه؟ انا معروف يعني بمنطقتي ومعروف بشرق الاوسط كله، يعني انا زلمه اكبر حرامي بشرق الاوسط. يعني انا معروف. فيك تسال عني، يعني مو تسال عني، حتى تفوت على جوجل وتكتب يعني اكبر حرامي بشرق الاوسط بيطلع لك انا. وبعدين انا فايت على السجن يعني 25 مره، يعني بفوت وبطلع بفوت وبطلع، انا ما عندي اي مشكله. يعني انا السجن اخر همي، يعني السجن انا ما بفكر فيه اساسا. السجن يعني اخر شيء بفكر فيه بتخطيطاتي وبمصطلحاتي وبايامي. يعني انا يعني السجن بالنهايه اخر شيء عندي. يعني انا اهم شيء عندي هو السرقه. 25 مرة فايت على الحبس. نعم. بتفوت وبتطلع ايه عادي عادي، يعني بفوت وبطلع بفوت، ما عندي اي مشكله. انا ما قلت لك السجن اخر همي، يعني السجن اخر شيء بفكر فيه بحياتي. نعم. أنت حرامي بتسرق بالليل أو أنت حرامي بتسرق؟ انا ما عندي اي مشكله بالليل او بالنهار، ما عندي اي مشكله. المهم يعني الوقت المناسب اللي بدي اسرق فيه، او الشخص او البيت او اي شيء، يعني ما بيهمني النهار ولا الليل ولا اي ساعه كان، ولا ما بيهمني. انا المهم اشوف الفرصه المناسب يعني بسرق، انا ما عندي اي مشكله. بكل ثقة يعني. طبعا شيء اكيد، كل شيء بدي احكي لانه انا اكبر حرامي بشرق الاوسط. أي حي بتختار، أي بيت بتختار، كيف بتختار الشخص اللي بدك تسرق؟ انا ما عندي انه الشخص اللي بختاره بدي اسرقه تحديدا، يعني او البيت اللي بختاره بدي فوت او اسرقه. يعني انا ما عندي هالقصص كلياته. انا قلت لك يعني الفرصه اللي بيناسبني باخذ وبسرق وما عندي اي مشكله. أي احتياطات بتاخذها؟ انا ما عندي احتياطات، انا ما بقعد افكر مثل هدول الاشخاص اللي بيسرقوا هلا وطالعين جداد. انا صار لي شيء تقريبا 15 سنه انا بسرق. انا ايدي كتير خفيفه، انا ايدي كتير اخذه على القصص انه سرقه وما سرقه. انا عندي كتير انه السرقه مثل شربة المي عندي، يعني كتير عادي. معك سلاح؟ سلاح لشو؟ ما القصه ما بده سلاح ولا شيء، بالعكس القصه كتير بدها روقان. القصه كتير بدها انه تكون رايق، ما تحسس حدا فيك انه تسرقه وبتضلك ماشي، يعني عادي. لكن شو الاحتياطات؟ ما قلت لك انه خفة اليد. هالقصه كله بده خفة اليد وتكون رايق بس. خفة الإيد. نعم. شو يعني خفة الإيد؟ خفة الايد يعني خفة الايد كمثال، انا هدول كلياتهم سرقتهم يعني بكل حياتي. يعني 15 سنه عم بسرق انا وبعد في تقريبا شيء 20 شوال عندي بالبيت وبعد ما طلعتهم. يعني انا عندي كتير قصص بدي فرجيك انه كمثال كيف بدي اسرق او كيف خفة اليد. بس انا عندي كتير انواع. طبعا انه هالشي قداحة بنقول انه عند رفيقي، رحت انا سهرت عند رفيقي، هو عزمني، انا ما دخلني، هو اللي عزمني، انا لا دقيت له ولا شيء، هو اللي عزمني. وشفت هالقداحة قدامه عم بشغل فيها. اوكي، انا بقول له بدي كاسة مي او بدي شيء لحتى يروح يجيب لي اياه. المهم بطالع قصة، بطالع شيء حجة، المهم بس يروح انه يلتهي فيها عادي بكل رواق وبكل بساطة. باخذ القداحة بحطها بجيبي، ما في اي مشكله. يعني لا بالسلاح ولا باي معدات بدي هدد فيه انه اعطيني القداحه، لا بالعكس. انه شو هي بتشبه القنبله، هي بتشبه القنبله. هي كيف سرقتها؟ هي سرقتها انا ومشفى، كنت مرضان تعبان وشفت الممرض اجى لعندي، عم طلعت انا بجيبه، شفت هالقداحه طالع هي لبرا وبشكل قداحه. يعني حسيت انه هي قداحه، ما حسيت انه لازم اسرقه. كيف بدي اسرقه؟ قلت له يا دكتور ايدي هون عم بوجعني. عم مد حاله لهون، مد راسه لهون، هو هيك جاي، مديت ايدي على جيبه وسحبتها وحطيتها تحت الاحرام. يعني كثير عاديه. خفة اليد هي خفة اليد. إذا العالم بتحمي حالها من الحرامي شو بتعمل؟ ما في اي حدا بيحمي حاله من الحرامي القداحات، ما في اي حدا. لانه قد ما تحمي حالك وقد ما تخبي قداحاتك بالبيت او شيء، يعني مجرد نظر اشوف وين عم بتحطه بدي اخذ لك اياه، ما في مجال، يعني ما في مجال ابدا. من كم سنة بتسرق؟ انا صار لي بسرق من 15 سنه. انا وصغير كان عندي هالسوسه. انا وصغير كنت اعشق القداحات. انا وصغير امي كانت ترضعني غاز بدل حليب. وهالشيء يعني كلكم رح تستغربوا هلا، بس انه امي كانت ترضعني غاز بدل الحليب.
شو الأسباب يلي بتخلي مراهق عمره 14 سنة يبلش بالسرقة؟ ما في اي اسباب. ما قلت لك انا بعشق شيء اسمه قداحات، اشوف قداحه يعني ابدا ما بتحمل ابدا. اشوف قداحه ما بتحمل، بدي اسرقه. مين وقف حدك؟ أهلك وقفوا حدك؟ لا ابدا، اهلي ما وقفوا حدي انه شجعوني على سرقه القداحات ومن هالقصه يعني. بس انه في عندي رفيق اسمه علاء، التقيت فيه بلبنان، اجيت على لبنان التقيت فيه وحكيت له قصتي، وهو طلع يعني لساته مبتدئ بسرق القداحات، وجيت انا علمته من خبرتي يعني كوني انه اقدم منه بسرق القداحات، واشتغلنا انا وياه وصرنا نجمع القداحات. مره كنا بالمطعم، كان واحد عازمنا هو كنا نشتغل عنده، وكان في واحد شغيل كمان اسمه زكريا. قام اجى قعد غمسته انا، قال لي ماشي يا احمد. هو سرق القداحه واعطاني اياها، صار يدور على الطاولات وبين الصحون مسحون، صار يدور بالارض ويسال. حتى تخيل يعني من كثر ما كان القداحه حلوه. هلا بفرجيكم اياها اللي سرقناها. اجى العامل اللي عم يشتغل بالمطعم وساله انه شفتوا لي القداحه شيء؟ الزلمه قال له نحن شو دخلنا بالقداحات يعني، ما احنا ما دخلنا. سالنا يا شباب حدا شاف قداحتي؟ نحن قلنا بكل بساطه انه ما شفنا قداحتك يعني. وبكل بساطه الزلمه صدق وراح على بيته والقداحه ضلت معي يعني. والقداحه اللي اخذناها من زكور مثل ما ذكرنا بالفيديو يعني، هذا هو القداحه اللي اخذناه يعني. هو بدك تقول انه معقول كمان القداحه يعني اللي ما بتستاهل انه بتعملوا كل هالقصص يعني. هو يمكن عندك او عند المشاهد انه يكون مجرد قداحه عاديه يعني، بس انا مجرد عندي هي شغله اثريه. انا عندي شغله اثريه كثير. 25 مرة دخول السجن والمغافر ما بشكل رادع للشخص انه يوقف يسرق او يحاول يعالج السبب؟ ليك يا استاذ مالكي، انا بدي احكي بكل صراحه وبكل شفافيه، انا ما بدي اتعالج ولا بدي اتعالج كرمال السرقه هالشيء. وانا قلت لك يعني اخر همي السجن بفوت كم يوم وبطلع، ما عندي اي مشكله يعني. كترت شهر شهرين بطلع من السجن، وبدوبل السرقه اللي راحوا مني هالكم شهر يعني اللي قضيتهم بالسجن. يعني الكم يوم اللي قضيتهم بالسجن بعدهم انا انه كل يوم كم قداحه بسرق، انه مثلا 10 او 15 او 20، يلي هو انه بسجلهم كله بالسجن، لما اطلع بسرق دبل. نعم.